السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وألف خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نشارك معكم خبز طاكوس، وصفة جديدة وسهلة بخبز طاكوس. كنعجنوها بماء مغلي وكيجي رائع وسهل معمر. ما عمركم ما جربتوه؟ كيجي رطب وكنشكلوه باش ما بغينا، كنشكلوه على شكل مثلث او على شكل مستطيل او على شكل مسمنه. ايوا بغيتو تحضروه في وقت الغداء ولا وقت العشاء، او تحضروه سندويتشات وقت الفطور اللي عجبكم. كنتمنى ينال اعجابكم وتبعوا معايا حتى الاخير، ان شاء الله غادي يعجبكم. كناخدو جيره كنديرو فيها 6 الكيسان ديال الطحين، 3 4 5 6. من بعد كنزيد ليه واحد معلقه سنيده، لا شويه الملح، هاد معلقه ديال السنيده. من بعد كنزيدو ليهم زيدو 2 معالق ديال الزيت، معلقه. نزيدو الثانيه، كنزيدو ليه من بعد 2 كيسان ديال الماء سخون طايب، ماشي دافي، المهم يكون طايب. 2 كيسان ونص. ها 2 ها النص. الكاس باش عبرنا الطحين كنعبرو به الماء وكنخلطو بخشبه ديال العود، معلقه العود، كنخلطو حتى كينسجم الطحين مع الماء. عاد كنخدم يديا حيت سخون الماء، مغاديش تقدر تخلطي بيديك وهو سخون حتى الطحين بارد هو بارد. غادي ندلكو دابا بيديا. صافي دابا كنجمع العجينه كامله حتى كتجمع، ومن بعد كندلكها شويه في الجيره ونحطها فوق من حتى كتجمع مزيان مع داك الطحين وما يبقاش فيها الطحين. صافي كنبدا ندلك فيها بلا ما تدلكوها كاع بزاف. صافي ملي كنجمعها تندلكها واحد شويه، ما تحتاج كاع تدلك بزاف لانها واخا الماء طايب خلاها شويه رطبه والقياس. ساهله الدلك، تجمع دغيا.
كنتمنى لكم سنة سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير والهنا، ودخل عليكم هاد السنة 2024 بخير وعلى ألف خير. ما كتلصقش بهادوك القوام كاملين. 6 كيسان ديال الطحين و2 كيسان ونص ديال الماء، جاو هما هادوك مع العجينة وتجمعات وما كتلصقش في اليدين. دابا غنقطعوها، من بعد كنعملها كويرات. نعمل منها 12 كويرة. خاصهم يكونوا كاملين مقادين نستمر على هذه الطريقة حتى نكمل كلشي الكوارات. كندهن البلاطو بشوية الطحين، عاد كندير فيه الكويرات باش ما يتلصقوش. لما كملتهم 12 بياسة واقيلا ولا 13. 13 خرجت ليا فيهم. حديتهم صغار، اما اللي بغا يديرهم كبار كيخرجوا 11 كورة ولا بلا 10 كاع، اللي بغا يديرهم كبار. من بعد كنغطيها بالسلوفان، واخا هكاك ما كنتسناوهاش حتى تخمر لان ما فيها لا خميره لا والو، غير كنغطيوها باش تكون رطبه باش ما تقشرش من الفوق.
كناخد الكويرات تندلكهم تنديرو شويه الطحين باش ما تلصقش لينا العجينه. على هاد الطريقه بحال هكا نبقاو مستمرين، والمقله كتسخن فوق العافيه. كنبقى على هاد الطريقه هادي حتى كتسرح لينا العجينه تولي خبيزه على شكل خبيزه. انا كندلك وكنقلبها باش كتجي بحال هادي. عندي ما كتكمش ما والو، كتبقى العجينه هي المقله راه كطيب فيها وحده، وهذه كنقرصها الخبيزه كطيب. كنبداو نقلبو فيها وما كتحمرش بزاف، غير واحد شوي وصافي. مره كنقلبها باش انا كنطيب وندلك في نفس الوقت. هذه كطيب وكندلك الاخرى باش طيب، هذه نحيدها وندير الثانيه. كنبقى على هاد الطريقه هذه حتى كنكملهم كاملين 12 وحده ولا هي 13. اللي بغى يديرهم كبيره كيديرهم كبار، كاين اللي كيبغي طاكوس كبير، وكاين اللي كيبغي طاكوس صغير، ولا نديرهم فطائر، ولا كل واحد اللي كيديرهم على شكل اللي بغى، على شكل مثلث او على شكل سيجار او على شكل مسمنه. هادي كنديرو الطحين وندلكوها باش ما تلصقش. صافي انا كملت الخبيزات.
نتوما واخا تكمشتوها حتى عيا ولكن ما كتهرس ما والو. انا اول مره كنجرب هاد الطريقه هادي، عندي طريقه اخرى لكن ماشي بحال هادي. اول مره كندير نعجن طاكوس، العجينه هذه الخبيزات ديال الطاكوس بماء سخون، يكون سخون طايب. بديروه على شكل مثلث بحال هكذا، ولا على شكل سيقال، ولا على شكل مسمنه، ولا اللي بغيتو. كاين اللي كيديرها على شكل اخر. اخواني اخواتي، كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه،